صبحكم الله بالخير. يوم لمعة واضح التعب، ما عليه تحملونا شوي. نجاوب على أسئلة الخميس أمس، عسى الله سبحانه وتعالى يوفقنا للخير. أم نرجسية، أم عطت عيالها حقهم، أبو اللي هو إحنا بنفترض والدين قصروا بحق عيالهم ولا زالوا ما يتعاملون معهم صح. هذا مو عذر لكم يا الأبناء إنكم أنتم ما تبرون والدينكم وتعاملونهم صح، لأن الله أمرهم بأمر وراح يحاسبهم عليه، وأمركم أنتم بأمر وراح يحاسبكم عليه، كل واحد بروحه. فتعاملك مع والدينك هو مو رد فعل لتعاملهم معك. ما صرت تقول والله لأنهم هم ما كانوا زينين فأنا ما راح أصير زين معهم، وإذا كانوا زينين برد لهم الجميل. لا، أنت لازم تبرهم في أي حال من الأحوال، وهم رب العالمين راح يحاسبهم، وكذلك أنت الله سبحانه وتعالى راح يحاسبك. فتأدي حق الله سبحانه وتعالى في والدينك مهما كانوا. هذه الحالة برمضان تقريبا كل ليلة تتكرر، اللي يجون متأخرين صلاة العشاء طافتهم والحين الناس بيصلون تراويح. فشي يسوي اللي تسويه؟ انطر الإمام لما يقوم يصلي التراويح، ادخل معاه بنية العشاء، فأول ركعتين تراويح له أنت لك صلاة العشاء، يسلم من الركعتين أنت تقوم تكمل ركعتين صلاة العشاء، بس لا تسوي غير كذي. إذا كان اللي يزور المريض 70,000 ملك يستغفرون له، ويكون انغمس في رحمة الله ووجد الله عند المريض، وهذا زاير مريض يمكن 10 دقائق، كيف باللي يرعى المريض؟ ترى أجر رعاية مريض شيء كبير. اللي عندهم والدين أو أخوة وأخوات أو يسافر مع مريض لعلاج احتسبوا الأجر. مجابل المريض يعني قد يتعب نفسيا صح، لأنك أنت تجابل إنسان كله تعبان متألم، فهذا ينعكس عليك، لكن أنت مطلوب منك تبث فيه روح التفاؤل وحسن الظن بالله والرجاء. يعني هذا بحد ذاته مو شيء سهل. فاحتسبوا الأجر عند رب العالمين، أجركم كبير. تخيلوا كل شيء قال عن زيارة المريض أنتم تأخذون أضعافه، لأن أنتم قاعدين ترعونه ويعني تقومون بشؤونه ومصالحه، وعسى الله يكتب أجرك ويثبتك يا رب. ما في إنسان يلزم شخص على الغلط، يعني ما يصير تتعذرين والله المحيط اللي حولي يساعدني على الغلط فأنا غلط، الله يحاسبك ويعاقبك وياهم. ما فيها كلام. يعني ما في محيط أسوأ من بيت فرعون. يعني فرعون بيته شو تتخيلين هالجو؟ طلعت آسيا زوجته من أقرب الناس له مؤمنة، ما قالت والله أنا بعد بعايشة عند فرعون، يعني اللي يقول أنا ربكم وإلهكم، شلون يعني معذورة أني ما أصير مسلمة؟ لا، دبري حالك، تصرفي، كلميهم، انصحيهم، ما اسمعوا الكلام على الأقل لا تشاركينهم في الغلط. أما أني والله أنا أضطر، أو ما في كلمة أضطر على هالغلط هذا، لا، دير بالك راح تحاسبين معاهم. قيام رمضان مو بالضرورة يكون في المسجد، خاصة للنساء. بعض الأفكار اللي ممكن تعطي هذه الأجواء الإيمانية والروحية للصلاة في البيت، صلاة القيام والتراويح. واحد، هيئ الجو والمكان، يعني مكان هادي شوية معزول، سجادة مفروشة مطيبة مع ثوب الصلاة كويس، هذا واحد. اثنين، خل تكون صلاتك منظمة مو عشوائية، بمعنى المقروء فيها، يعني لا يصير دائما أقرأ قصار الصور، لا، امشي بختمة مثلا، امشي بورد معين، لو تفتحي المصحف اذا مو حافظه. فانا اليوم بقرا لي كل يوم مثلا في التراويح بقرا لي نص حزب او حزب او ايا كان جزء حسب طاقتك، فخلي يكون الموضوع مرتب. الشيء الثالث، اخذي راحتك في الدعاء في السجود في التراويح، يعني احنا مو مربوطين بامام يقوم ونخلص، ادعي اللي تبينه في صلاتك على راحتك. التزمي في وقت معين في التراويح انك تحافظين عليه. هذه الاشياء ممكن تعطي ان شاء الله يعني اضافه جميله للصلاه وتخلي الواحد يحضر قلبه فيها. هذا الموضوع يبتلى في أكثر الناس، لا تظنك إذا تبت واستغفرت يعني خلاص الذنب انتهى من حياتك، لا، النفس راح تشتاق والشيطان راح يزين لك أصلا ويذكرك بمتعة وحلاوة ولذة ممارسة الذنب. من أهم النقاط في هذا، حاول تشوف شنو الأشياء اللي قاعدة تضعفك وتخليك تتذكر واقطعها. يعني ممكن تكون لازلت تروح بعض الأماكن اللي قاعد تذكرك بالذنب، أو أشخاص معينين ما انتهت علاقتك وياهم وهم سبب في رجوعك للذنب. فشوف الأسباب اللي قاعد تخليك ترجع أو تتذكر الذنب وحاول تقطعها، عالجها وأنت أدرى بنفسك. إي نعم، عليك كفارة حلف، عليك كفارة حلف. هذا النوع من الناس ممكن أنت تواجهه، قل له لو سمحت هذا الكلام يأذيني، أنت تغشمر ولا من صدقك ولا أنا أنزعج منه، فرجاء لا تقوله بأي طريقة كانت. اثنين، ما استجاب ممكن تتجنبه وخلاص اتركه، سهل الموضوع إن شاء الله. لا ما يفطر إن شاء الله. خل علاقتك في القرآن في رمضان بالذات شاملة، يعني اقرأ ختماتك، احفظ، تدبر، اقرأ تفسير،
اسمع قرآن، يعني كل شيء يتعلق بالقرآن خليك معه. أنت طالما مع القرآن فأنت على خير إن شاء الله، أيا كانت العلاقة هذه. لا، ما يبطل الوضوء، ما يبطل الوضوء طالما هذا اللي وصلتوا له بعد محاولات من الإصلاح والتقارب، لكن ما قدرتوا، وصلتوا لهذا الحل وشفتوه أن الأريح والأصلح لكم ولحياتكم ولأولادكم، فإن شاء الله ما في إلا العافية. لكن المهم أنه ما يكون في شيء يعني سواء في القلب من خلينا نقول حقد والكذا فراح يأذيك أنت، أو ولا يكون في أذية وإزعاج للطرف الثاني. طبعا وكل ما كانت العلاقة أفضل فهو أحسن لا شك. جدول رمضان سواء قرآن أو غيره ما حد يجبركم عليه، ليش أنتوا تثقلون على نفسكم؟ ما له داعي، ترى هذا الضغط الإنسان ما يتحمله. ممكن في نص رمضان تترك المراجعة والتلاوة وكل شيء بالراحة شوي شوي. أدري الواحد عنده حماس وده برمضان يستغل الوقت ويسوي أشياء وايد، لكن شوي شوي خلينا نشوف شنو وضعنا الحين وحالنا الحين، شنو اللي قاعدين نسويه. برمضان نزيد خطوة، بس ما نزيد خطوات ونقفز فوق، ما راح نطول، راح تطيحون ولا راح تسوون كل شيء. فلا تضغطين نفسك، ما انت ملزومة تحطين هالكمية الكبيرة من المراجعة ولا تحطين كمية ختمات كبيرة. شوي شوي شوفي وضعك وحالك والشيء اللي يناسبك سوي. اللي بقوله لكم شيء واحد تذكروه دائما، كل يوم هو في شأن، ما في شيء ثابت. كل يوم في شيء يصير، كل يوم في شيء يتغير، يرفع ويخفض، يغفر ذنبا، يفرج كربا، يقضي دينا. هذا رب العالمين كل يوم هو في شأن، فلا تظنوا أن حالكم ثابت وأنه هو أضحك وأبكى. واعتبروا بحياتكم الماضية، حياتكم اللي طافت ما كانت كلها فرح ولا كانت كلها حزن، فليش الحين تبي تحكمون على حياتكم هم وحزن مؤبد؟ لا لا، شيلوا هذا الموضوع من بالكم. كل شيء راح يصير أحسن ويتغير بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن قد يحتاج وقت، قد يحتاج بذل سبب منكم، دعاء يعني بطريقة معينة أو إلحاح، أي شيء. لكن شيلوا فكرة إنه خلاص هذا مكتوب علي باجي عمري كله، لا مو صحيح. هذا الكلام قلناه في درس التزكية أكثر من مرة. اللي قدر رب العالمين عليه نعمة راحت أو نعمة يت، هل هو بلاء أو عقوبة؟ اللي يحدد هذا تعاملك أنت مع هذا القدر. يعني لما رب العالمين سلب هذه النعمة شنو سويت؟ إذا صبرت وحمدت الله سبحانه وتعالى ورضيت معنات هذا خير لك. إذا تسخطت وتذمرت وأسأت الظن بالله صارت عقوبة. فرد فعلك هو اللي يحدد النتيجة. فمن رضي إن الله إذا حب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أنت لما ترضى الله يرضى عليك، وأنت لما تسخط الله يسخط. ففعلك هو أو رد فعلك تجاه اللي يحدث لك هو اللي يحدد تعامل الله سبحانه وتعالى معك. ممكن يحسب ورد الصلاة ضمن الختمة، مو لازم الختمة كلها تكون برا الصلاة. لا، أنا أختم وأنا قاعد، أختم أكمل وأنا أصلي، فماشي إن شاء الله تتكمل بعضها البعض. يعني هذا وسواس واضح وحل إنه ما نعيد الصلاة وانتهى الموضوع. بس شو بيصير إذا ما عندنا الصلاة؟ شو راح يصير؟ ولا شيء، بالعكس راح تصير حالتنا أحسن، وإذا عندنا الصلاة راح تصير حالة أسوأ. فالخيار موجود لكم وعندنا عقل. بس روح للوالدة وكلمها حتى لو متضايقة، ما يخالف، حاول يعني تراضيها، هذه تبقى الوالدة، فلا تتركها. حاول مرة ومرتين، لو ردتك في المرة الأولى ورفضت أنها تسامحك لا تترك، هذه مو أي شيء. اي نعم يصير ان شاء الله. ما في افضل، الافضل حسب حالك انت. يعني اذا انت كنت قبل رمضان تختم بالشهر مرة، فما راح تختم كل 3 ايام يعني، لا يعني اذا وصلت 3 ختمات وايد زين. فحسب حال الانسان قبلها، وكل واحد يختلف عن الثاني، ما حد شغل بغيره. حط شيء يناسبك، ظروفك، وضعك، قدراتك، امكاناتك، شيء تقدر عليه، ما تحس انك مضغوط وايد. عسى الله يرزقك العمره يا رب ويتقبل منك. حاول تسوين اشياء لها اجر العمره، مثل اني اقعد من بعد صلاه الفجر اذكر الله سبحانه وتعالى باي نوع من انواع الذكر، قران، طلب علم، تسبيح، الى الشروق، بعدين اصلي ركعتين، فلك اجر عمره وحجه. مثلا اروح حق حضور درس او محاضره في مسجد او حلقه قران اتعلم خير، لك اجر حج بعد، مو بس عمره. فشوفي الاعمال اللي اجرها حج وعمره واشتغلي عليها، والله لا يحرمك الاجر يا رب. الكلمه الغلط في السؤال لا تستطيع تجاهله. ما في شيء اسمه ما تستطيع تجاهله، في صعوبه في تجاهله نعم، بس مو مستحيل. فإذا حكمنا على أنه والله ما أقدر أتجاهل، خلاص كيفك، معناته أنك أنت تقول أنا ما بيتعالج، أو هذا علاجه، علاج الوسواس التجاهل. فإذا أنت مقرر أني أنا ما راح أقدر أتجاهل، خلاص لا تسأل، انتهى الموضوع. يعني الواحد يحتاج لأوقات عزلة وراحة صح، بس مو بهالطريقة. يعني أنا ياكل وقتي مع الناس ولا شهر كامل ما أشوف أحد، لا مو كذي.
شيء ثاني رمضان فيه خير في مشاركة الناس. الله سبحانه وتعالى شرع التراويح جماعة، صلاة قيام جماعة في رمضان، ما فيها عزلة، مع أن أصل القيام أن الواحد يصلي بروحه. فإحنا لا نصير يا أقصى اليمين اللي كل وقته مع الناس، ولا أقصى الشمال شهر ما راح نشوف أحد. لا، في صلة أرحام، في أعمال تشارك، أصلا ما راح تقدرين، عرفت، وراح تحسين بكسل وفتور. وقد يكون هذا من يعني وسائل الشيطان أنه ينفرد بالإنسان عشان يبدي يوسوس له ويبدي يضعف عن العبادة والطاعة. وهو في البدايات كان يقول له، يقترح عليه انك تصير بروحك عشان تصير اهدى واقرب لله، وهالكلام مو صحيح.